في سنة 2016 سامسونج نزلت موبايل نوت 7 اللي كان المفروض يبقى واحد من أقوى الموبايلات في السوق، لكن بعد أسابيع قليلة بدأت تظهر حالات لانفجار بطاريات التليفون. الموضوع ما كانش حكاية جهاز ولا اتنين، دي كانت أزمة عالمية. سامسونج اضطرت تسحب حوالي 2.5 مليون جهاز من السوق، والخسائر وصلت لأكتر من 5 مليار دولار. يعني بطارية صغيرة قدرت تطيح بواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. ومن هنا بدأ السؤال: ازاي بطاريات الليثيوم اللي في موبايلاتنا ولابتوباتنا ممكن تتحول في لحظة لقنبلة صغيرة؟ في الأول خلينا نعرف ازاي بطارية الليثيوم بتشتغل. جوه البطارية في 3 طبقات رئيسية: الأنود اللي هو القطب السالب، معمول غالبا من الجرافيت اللي هو الكربون، ده المكان اللي بيخزن أيونات الليثيوم لما البطارية بتتشحن. والفاصل ده بيبقى زي شبكة أو ورق بلاستيك رقيق جدا، ودوره إنه يمنع الأقطاب تلمس بعض، بس في نفس الوقت يسمح لأيونات الليثيوم تعدي من خلاله. وفي الجهة التانية الكاثود اللي هو القطب الموجب، معمول من أكاسيد فيها ليثيوم زي أكسيد الكوبالت الليثيومي، ده المكان اللي بترجع له الأيونات لما بتستهلك البطارية. لما تشحن البطارية الليثيوم بيتحرك من الكاثود ويعدي من الفاصل ويروح يتخزن في الأنود. لما تستهلك الطاقة الأيونات بترجع من الأنود للكاثود، والإلكترونات تمشي بره وتديك كهرباء. طيب ليه النوت 7 انفجر؟ لأن الفاصل اللي زي الساتر بين الأقطاب كان ضعيف، والأنود والكاثود ضغطوا على بعض في التصميم الضيق، ولما لمسوا بعض حصل قصر كهربائي داخلي. القصر ده ولد حرارة عالية وسخن الإلكتروليت القابل للاشتعال، والبطارية انفجرت. الموبايل لما بطاريته تنفجر بتخسر جهاز، لكن تخيل نفس النوع من البطارية موجودة في عربية كهرباء بوزن 2 طن أو طيارة صغيرة في الجو. الخطر هنا أكبر بكتير. الحرارة العالية أو أي خلل في الخلايا ممكن يعمل حريق يصعب السيطرة عليه. لو العربية فيها آلاف الخلايا متوصلة مع بعض، شرارة صغيرة ممكن تولع الدنيا. فعشان كده شركات العربيات والطيران بتصرف مليارات على أنظمة تبريد وحماية للبطاريات عشان تمنع كارثة في نص الطريق أو في الجو. وعلى الرغم من التطوير الكبير، الحوادث لسه بتحصل. حرائق سيارات كهربائية من تسلا أو غيرها بتنتشر في الأخبار كل فترة. الليثيوم نفسه مش اختراع جديد، اللي اكتشفه كان عالم سويدي اسمه أرفيدسون سنة 1817 لما كان بيدرس حجر اسمه بيتالايت. ساعتها عرف ان في عنصر جديد بس ما قدرش يعزله. بعد كده العلماء قدروا يعزلوه بالكهرباء، ومن وقتها الليثيوم دخل في الصناعات الكيميائية لحد ما بقى العمود الفقري للبطاريات اللي بنستعملها دلوقتي. اول واحد قدر يشتغل على بطارية ليثيوم قابلة للشحن كان العالم ستانلي ويسنجهام. طور خلية فيها ليثيوم معدن كأنود ومواد تانية ككاثود حوالي 1976. الفكرة فتحت باب ان نقدر نخزن طاقة اكبر بكتير من البطاريات القديمة، لكن البطاريات دي كان فيها مشاكل امان، لان الانود كان ليثيوم معدن وده قابل للاشتعال او القصور الذاتي. بعدها جه علماء تانيين حاولوا يطوروا الفكرة، بس القفزة العلمية اللي خلت البطارية آمنة وصالحة للسوق كانت على إيد أكيرا يوشينو. سنة 1985 استبدل الأنود الليثيوم المعدني بطبقة كربونية قادرة تستقبل أيونات الليثيوم وتطلقها بدون استخدام ليثيوم معدن حر، فبقى عندنا بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن وآمنة عمليا. أول تصدير تجاري ناجح وبداية الانتشار الرهيب كانت لما شركة سوني طورت ونزلت البطاريات دي تجاريا أواخر الثمانينيات وبداية 1991. مع الوقت العلماء طوروا التصميم وخلوا البطاريات دي أكتر أمان، وده اللي فتح باب انها تتوسع من الموبايلات واللابتوبات لحد ما بقت بتشغل العربيات الكهربائية والطائرات الصغيرة كمان. الليثيوم بيتجاب من مصدرين: مناجم الصخور في استراليا، والبحيرات الملحية زي تشيلي والأرجنتين وبوليفيا اللي بيتقال عليهم المثلث الذهبي للليثيوم. في البحيرات الملحية بيسحبوا المياه من تحت الأرض ويحطوها في أحواض ضخمة عشان تتبخر بالشمس. النتيجة انهم بياخدوا الليثيوم، لكن في المقابل بيستهلكوا كميات مهولة من المياه. في منطقة أتاكاما في تشيلي استخراج الليثيوم بيستهلك حوالي 500 ألف لتر مياه عشان يطلع طن واحد بس، وده عمل أزمة ضخمة للسكان المحليين اللي بيعتمدوا على المياه دي للزراعة والشرب. يعني اللي بيوفر بطاريات للعالم كله ممكن في نفس الوقت يضيع حياة الناس اللي عايشين جنب المناجم. في مصر في تقارير علمية بتقول ان منطقة البحر الاحمر وسيناء فيها احتياطات واعدة من الليثيوم والمعادن النادرة، لكن لسه ما دخلناش مرحلة استخراج فعلي زي تشيلي او استراليا. لكن الدراسات شغالة، ولو الحكومة قدرت تستغل الموارد دي صح ممكن مصر تبقى لاعب مهم جدا في سوق البطاريات العالمي. شركات التعدين بتكسب جامد لان سعر الليثيوم عالميا عالي والطلب طالع، والدولة ممكن تاخد عائدات عالية لو العقد مظبوط، ودي ممكن تكون كبيرة وتدخل خزينة الدولة. لكن لو العقود ضعيفة أو فيها تنازلات كبيرة، الربح بيروح للشركات الأجنبية أو المستثمرين، والمردود المحلي بيبقى قليل. لما شركة تستنزف الخزان المائي المحلي علشان تستخرج ليثيوم من باطن الأرض والبيئة والمياه الجوفية تتأثر، الضرر ده مش دايما ليه سعر يتقاس بسهولة. بيحصل فشل محاصيل وهجرة أهل وتدهور سبل عيش بدويين ومزارعين، كل ده خسارة اقتصادية واجتماعية طويلة المدى. يعني ممكن تلاقي دولة تعمل مليار دولار عائدات سنوية، لكن مجتمع كامل يفقد مصدر رزقه ومياه الشرب.
النتيجة صدام اجتماعي واستنزاف ثروات للأجيال اللي جاية. دلوقتي في سباق عالمي لإيجاد بدائل لبطاريات الليثيوم زي بطاريات الصوديوم، شبيهة للليثيوم في الفكرة لكن بتستخدم الصوديوم وهو أرخص وأكتر أمان، لكن مش بنفس الكفاءة لسه لغاية دلوقتي. كمان في بطاريات الحالة الصلبة اللي بتستبدل السائل القابل للاشتعال في البطارية بمادة صلبة، وده يقلل جدا خطر الانفجار، والشركات زي تويوتا وبي ام دبليو شغالة عليها. لكن لحد دلوقتي الليثيوم لسه المسيطر لانه الارخص والاكثر انتشارا، ولسه اي بديل محتاج وقت طويل عشان يوصل للسوق بمستوى تجاري كبير. الخلاصة ان بطاريات الليثيوم ساعدت تدفع العالم ناحية الطاقة النظيفة، لكنها مش خالية من المخاطر ولا من الثمن اللي بندفعه، سواء في استنزاف المية أو في حرائق السيارات أو حتى الظلم اللي بيتعرض له السكان جنب المناجم. والسؤال، هل نقدر نلاقي البديل في الوقت المناسب قبل ما تمن الليثيوم يبقى أكبر من الفايدة اللي بيديه؟ سيبولي رأيكم في الكومنتات.